الوصفة دي صعب تشوفيها وما تعمليهاش، وصفة في منتهى الجمال. بصوا تعالوا، بعد ما بقت المولتو قطع حوالي 5 قطع ب7 جنيه بصراحة، يعني انا صراحة يعني لما جربتها في البيت لقيت ان هي موفرة جدا وبتعملي كميات كبيرة باقل من ال7 جنيه. حاجة في منتهى اللذاذة والجمال والنظافة، ومش بقى حتة شوكولاتة كده تفتوفة في القطعة، لا ده الشوكولاتة من اول القطعة لاخرها وسايحة بقى ونايحة وحاجة طازة كده، والريحة ما اقولكوش حاجة فظيعة. بصوا يعني مش الشكل لا يقاوم صراحة. تعالوا كده نشوفوا الجمال ده اتعمل ازاي. معانا كوباية زبادي بحجم كوباية الزبادي بالظبط، هحط قدها مرتين دقيق. يعني على كل كوباية زبادي كوبايتين دقيق بنفس العيار، يعني بنفس الكوباية هنملاها دقيق. ومعاها معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة سكر، وبس كده خلاص. هنعجن الكمية دي مع بعض كويس جدا، بس طبعا مش هنعجنها كتير لان هي وصفة موفرة وسهلة ومريحة لأي حد مبتدئ او غير مبتدئ، اي حد في البيت ممكن يعملها. هنبتدي نحطها كده زي ما انتوا شايفين ونعجنها ونسيبها كده ترتاح 10 دقايق مش اكتر من كده. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة، ويعني وانتي واقفة كده في المطبخ كده تعمليها وتفرحي ولادك بيها. عايزة اقولك وزعت منها بقى على البيت، يعني الولاد يعني المقدار ده عايزة اقولك كفى البيت كله. الولاد كلهم كلوا وشبعوا وانبسطوا جدا منها. زي ما انتوا شايفين هي طرية وبتلزق، حاجة خفيفة جدا. بس كده خلصنا العجن بتاعنا. هنبتدي نحطها في الطبق بتاعنا ونريحها 10 دقايق زي ما احنا قلنا بالظبط. بصوا بتلزق خفيف. هنسيبها ترتاح حبة ونرجع بقى نمسك الشوكولاتة بتاعتنا. معانا اهوت شوكولاتتنا حوالي يعني بمقدار اللي هو الشوكولاتة اللي انتي بتجيبيها من عند البقال او العطار، ومش هنستعملها كلها، ده احنا هنستعمل 4 مكعبات بس منها. هنبتدي كده نقطعها كويس، حوالي 4 مكعبات او 5 مكعبات على حسب ما الحشو بتاعك انتي عايزاه. وكمان عايزه اقولك ده انا حشيتها كويس جدا، وكانت الكرواسون مليانه شوكولاته، يعني لو انتي عايزه تخفيها شويه كمان ممكن تخفيها. عايزه تعمليها كمان حادقه بالجبن، يعني ممكن كمان تعمليها، مش شرط شوكولاته خالص. هنا انا قطعت المكعب كله. صراحه حبيت ان انا الشوكولاته بتاعتي تبقى كتير، لو انتي عايزه تقطعي نصها مفيش اي مشكله. هنبتدي نجيب العجينة بتاعتي كده ونبتدي نحطها على الرخامة بتاعتي ونفردها كويس جدا لحد ما تبقى معايا دايرة قطرها كبير. تمام، بالنشابة بإيديا بأي طريقة ترتاحي فيها افرديها. تمام، بس افرديها يعني على قد ما تقدري. تمام، ولا زبدة بقى ولا لبن ولا الكلام ده كله، ولا التوريق ولا اي حاجة من ده، ولا حتى فرن، يعني لا هتحتاجي زبدة ولا لبن ولا فرن ولا اي حاجة، كلها كده وانتي واقفة من على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين فردتها كويس جدا ما شاء الله. حاجة كده يا جماعة، ده انا منبهرة حتى الان يعني بصراحة بنتيجة الوصفة دي. هنبتدي نقطعها كده زي ما احنا شايفين. الأول كده نقطعها نصين وبعدين 4، وبعدين نمسك كل ربع منهم نقطعه قطع صغيرة جدا زي ما احنا شايفين، لأن احنا هنعمل ميني كرواسون مش كرواسون كامل. تمام، زي ما انتوا شايفين معايا كده بقطعها أجزاء صغيرة جدا. زي ما انتوا شايفين تقطيعة بالصورة اللي تريحكم، مش بعدد معين. بعد كده هنيجي على الجزء اللي هو أعرض سنة ونحط الشوكولاتاية بتاعتي ونبتدي نقفلها كده من الجناب ونلمها، ونحاول نحط ايديا على الطرف الرفيع عشان يشد معايا ويدي الشكل الكرواسون اللي احنا بنشتريه من بره. تمام، اهم حاجة وانا بقفلها، فاول ما ابتدي اقفل من الطرف اللي هو العريض شوية اقفل على الشوكولاتايه، عشان وانا بعملها او
بطبخها ما تطلعش مني الشوكولاتة منها. تمام، هبتدي كده اكمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين معايا. بصوا صغننة وجميلة كده وشكلها لائق وجميل. زي ما قلت لكم اهم حاجة ايوه احط صبعي على الطرف عشان يشد ويدي شكل الكرواسون بتاعي. اخر واحدة معايا اهي هعملها. يعني شايفين كمية الشوكولاتة فيها رهيبة يعني. طبعا عايزين نقللها شوية نقللها، دي حاجة ترجع لك. عملت معايا الكمية الحلوة ديت. طبعا انا لو اشتريتها من بره هتبقى غالية جدا. هجيب الزيت وهعمله على نار متوسطة، ما تبقاش عالية جامد عشان العجينة معايا تطيب كويس، وفي نفس الوقت تدي اللون معايا اللي انا محتاجاه ما تتحرقش مني. وهبتدي اقلبها كده يمين وشمال لحد ما تتقلي وتاخد اللون اللي انا محتاجاه، اللي هو اللون الذهبي الخفيف ده. طبعا القلي ده بيخليها تاخد كلها لون واحد، ما تبقاش غير المخبوزة، يعني بتبقى اجزاء منها واجزاء، تطلع زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط، حاجة في منتهى الجمال. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وكملوها كده وشوفوا النتيجة في الآخر. وأتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا دايما في كل حاجة جديدة وجميلة وشيقة. وما تنسوش تعملوا لنا كومنت لطيف بالوصفات اللي انتم محتاجين ان احنا نعملوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.